السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده يا جماعة هنحكي لكم حاجة كلكم سألتونا عليها كتير 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 كتير. كل المسجات عندنا تقريبا كلها بقت عبارة عن السؤال ده. أيوة. اي حاجة جديدة بننزلها بيبقى برضه الأسئلة عليها كده. لا بس قبل ما نسألكم بقى، قصدي قبل ما تسألوا، قبل ما نقول لكم يعني في خبر حلو بالنسبة لنا وبالنسبة لكم لو انتوا تحبونا يعني. السويت شيرت اللي احنا لابسينه ده احنا اللي عاملينه ومصممينه وكل احنا حاجة. عاملين كل حاجة، الديزاين كل حاجة. كل حاجة. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ ونلف بصوا هلف. بصوا وريهم التفاصيل. الحركة. بصوا التفاصيل. بصوا السوسته بقى. السوسته فين؟ السوسته تحت، بتطلع من تحت لفوق، تفتح مش من فوق لتحت اهي. ونص جيب نص جيب اهي. بصوا السوسته. بصوا التفاصيل. بصوا التفاصيل. تفاصيل يا جماعه. السوسته واسمه ايه؟ دبار. الرباط. دبار. الدبار لون ولون بصوا العظمه. بصوا الكيرف. بصوا بالظبط بطانة وحاجات. فيا جماعه اللي عايز من السويت شيرت دي يخش يكلمنا على الانستجرام، والانستجرام اسمها ابن المنوفيه او شيماء الامام. اي حاجه خشوا ابعتوا لنا واحنا. وفي حاجة كمان ان مع التفاصيل دي كلها ان الخامة مش بتوبر، حلوة جدا. قطن مليون في المية. احنا بنلعب على الخامات، تميز خامات وتميز يعني قيمة مقابل سعر. وبس. واحنا يا جماعه طالعين النهارده عشان نجاوب بقى على السؤال اللي كلكم سالتوا عليه ومن زمان ومحدش يعرفه ابدا ابدا. وهنفتح قلبنا يعني ونقول لكم الحقيقه. اتكلم. هقول ايه؟ قولوا له من اول ما عرفنا بعض وعرفنا واتكلمنا يعني. قول انت الحتة الأولانية وانا اقول الحتة التانية. الحته الاولانيه. الحتة التانية. عاملين ايه يا جماعه؟ ازيكم؟ بتاعتي هتفرقع والله. انا اللي هفرقع. اسكتي. دي وقعت. وقعت البالونه. دي كلها. الناس كلها عايز تعرف احنا تعرفنا على بعض ازاي او عرفنا بعض ازاي او ايه يعني ايه كده يعني. الموضوع كله هو فيه ان احنا انا مش فاكره اول حاجه. مش فاكر اول حاجه ولا مش عايز تقولي اول حاجه؟ مش فاكره بصراحه، مش فاكره قوي يعني. مش فاكره حتى ايه التصنع ده؟ بصوا يا جماعه، هو المهم ان انا ايه كلمت يعني. احنا احنا في الاول خالص قبل ما نعرف بعض انا ما كنتش اعرفه ولا هو كان يعرفني. يعني انا ما كنتش اعرف مثلا ان هو بيعمل محتوى على السوشيال ميديا او كده خالص، ولا هو كان يعرفني. وانا ما كنتش بعمل محتوى على السوشيال ميديا ولا حاجه، بس كنت بنزل كده حاجات ايه تفاريحي يعني. فالمهم انا كنت في الوقت ده كنت بدي كورسات تصميم ورسم بورتريه وكده للاطفال. هي دي القصه؟ هي بتقول. طب احكي انت طيب. طب كملي القصه اللي انت بتألفيها، تقوليها اللي انت قصدي عملناها اللي احنا كنا. ما تقوليها. المهم واحنا اتجوزنا حب ولا صالونات؟ واحنا انا مش عارفه، احنا مش عارفين نحدد اصلا هو ده حب يعتبر حب ولا صالونات. 50-50. ايه بس. انا اصلا ما كنتش عارف ان هو بيعمل محتوى على السوشيال ميديا، ما اعرفوش اصلا ولا هو يعرفني. ما تعرفنيش. كدابه كله عارفه. والله ما كنت اعرفك، ما كنتش متابعاك وقتها. انا ما كنتش بعمل محتوى اصلا ولا حاجه، بس انا كنت بنزل حاجات تفاريحي كده. فالمهم كنت في يوم عادي بقلب وكده. انا كنت وقتها اصلا بدي كورسات رسم بورتريه وكاريكاتير، وبدي كورسات تصميم وكده في السنه. ومهم بقلب كده لقيت الاكونت بتاعه بالصدفه، فايه عرفت ان هو من المنوفيه وبتاع، وقلت زي ابننا وبندعمه وبتاع، وعملت له لايك وكده. كان على الفيسبوك، وبعد كده قابلني طبعا، عملت له لايك على الفيسبوك فقابلني على الانستجرام، فعملت لايك يعني، دخلت البيج عملت لها شفت الستوري عملت لاف مش عارف ايه. بعدين هو شاف الستوري بتاعتي برضو وعمل لي لاف. المهم احنا اتكلمنا بقى على كده ايه، واتكلمنا بقى على حوار الكورسات والكلام ده بقى. وبعدين انا كلمته قلت له مثلا يعني بكلمته ان في السيدات اماكن حلوه ممكن يجي يصور فيها وفي جناين وكده. حسيت ان هو يعني ايه عايز يعني شبين. اعتقد ما ينفعش اماكن كتير قوي
جنان وكده. ادينا سيبنا شبين وسيبنا السباق. فكنت بقول له يعني معرفش، فكر ان انا معرفش السادات، قلت له السادات في اماكن حلوه ما كنتش اعرفها اصلا، ما ممكن يصور فيها، كنت بشوف يعني كذا حد وكده. بس فهو الموضوع بدأ من هنا، بدأ بقى هو يسألني على حاجات، انا اسأله على حاجات، تعرفنا بقى على شخصيات بعض. وبعدين قعدنا احنا قعدنا قد ايه تقريبا اسبوع 10 ايام مش فاكر بجد. ما قعدنا فتره قليله يعني مش مثلا بقى ايه وبعدين يعني الحب والحاجات دي ناس مثلا بتقعد تقول لهم قعدوا سنتين مع بعض 3 سنين لا احنا قعدنا 10 ايام. احنا رجاله قوي. مش احنا رجاله قوي. انا وهي رجاله قوي. مش مرتبطين ولا حاجه، بس علاقات رسميه كده، انا بسألها على حاجات. ما هو انا لو عايز ارتبط او كده او اخطبها هكلم اهلها على طول. وبالفعل انا ما شفتهاش اصلا قبل كده، يعني انا وهي ما اتقابلناش خالص. والله العظيم كنت اول مره اشوفه في حياتي. كنت اول مره شفتها كنت وانا رايح اتقدم لها، ما شفتهاش خالص والله العظيم، ولا صدفه حتى، مع انها كانت الكليه بتاعتنا قريبه كنت بتاعتها قريبه انا تقريبا كنت بعدي على بيتهم كل يوم وانا عمري ما شفتها ولا اعرف ان هي عايشه اصلا. فاللي حصل بقى ايه؟ اللي حصل القصه دي بقى، وبعد كده انا ايه رحت بقى بعدين اصلا هو عارف، احنا خلاص عرفنا ان ايه، هو عارف شخصيتي كويس وبتاع واستلطفني وكده، وقام قايل لي هاتي رقم باباكي. لا انا دخلت على البيج جبت الرقم، بيج الشغل بتاعي. انا بابايا صاحب مصنع ملابس وكده، فعنده بيج على الفيسبوك وكده، فهو دخل فجبت الرقم ودخلت كلمته بقى. واول ما كلمته كنت متوتر خالص. قال له السلام عليكم. قال لي عليكم السلام. قلت له معاك المهندس محمد حسن. قال لي اهلا وسهلا. قلت له انا اصلا في اليوم ده كنت في الشغل مع بابا، بس يعني هي ما تعرفش حاجه. انا ما اعرفش ان هو يكلمه، وبابا مش متوقع ان حد يكلمه وفي الشغل وكده، فاللي هو بابا فكرني اصلا حصل لي حاجه في الكليه بقى. فكلمته وقلت له انا مهندس محمد حسن. طبعا متوتر بقى، انا ما خطبتش، ما عملتش الحاجات دي قبل كده، اول مره. اول مره انا اول بخته. والاخير يا قلبي يعني قبل الاخير، الاخير خير وخير شويه. طب كمل بعد الفيديو. تمام. وكلمته وقلت له انا عايز اتشرف ان انا اقعد معاك وكده، و يعني عايز اتقدم لبنت حضرتك وكده. كنت متوتر ومش عارف بقول ايه، وانا هاجي انا والجماعه والكلام ده. قال لي وماله تشرف ومش عارف ايه وبس يا جماعه بقى. وخدت منه معاه، واول مره رحت له انا واهلي، وكنت اول مره اشوفها. كان اول مره يجي. كنت اول مره اشوفه، كنا احنا اتنين متوترين خالص 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 خالص. على فكره ما كنتش متوتر. لا انت كنتش متوتر يا جماعه، ده هو لما جه كان جايب بوكيه ورد اول مره يجي متوتر وحطه على الترابيزه، ما دوريش في ايدي. هو انا ما اعرفش بيدوه بايه، هم بيدوا لها بوكيه الورد ولا هو اصلا احنا اصلا في اول مره يجوا فيها دي، انا وهو ما اتكلمناش كلمتين على بعض. هو جه قعدوا مع اهلي اتكلموا في كل حاجه الا ان هو احنا بنتعرف على بعض يعني. اتكلموا بجد في كل حاجه في الدنيا الا ان هو جاي يتقدم. كنت حاسه خلاص ان هم خلاص اتعرفوا على بعض وهيقوموا يمشوا بقى، يعني مش هيقولوا انت جاي ليه. لا وبعدين انا عيني ما بصتش عليها حتى، يعني انا اصلا كنت مفرج ان انا حتى ابص ناحيتها، بس انا عارفها يعني، شفت صوره ليها مثلا ولا حاجه زي اي حد، بس انا ما كنتش عارفاه. بس سبحان الله يعني ممكن يكون مثلا من الصور قدر يفهم الشخصيه اللي قدامه، بس انا لسه ما كناش عارفين بعض قوي. يعني انا شكله اصلا في الحقيقه متغير عن الصور بالنسبه لي. هو سبحان الله ده بني ادم وده بني ادم. هي ما كانتش متوقعه من الاخر ان انا اروح اقدم لها، يعني حد مشهور وهي مش مشهوره. انت عارفه مين؟ انت مين؟ شيماء عادي. لا هو ده الطبيعي، يعني هو حد مشهور بنشوفه على التليفون. بس انا ما كنتش بشوفك على التليفون، انا ما كنتش اعرفك. ايه ما كنتش اعرفك دي؟ في الفيديو بقى كسر عظمك بقى. والله العظيم ما كنت اعرفك. انتوا هتقطعوا بينا كده يا جماعه. والله العظيم اول مره اشوفه في حياتي كانت المره اللي انا عملت له لايك على الستوري وهو عمل لي لاف، وبعدين بقى ايه. المهم يا جماعه هعمل نفسي مصدق ونعدي الموضوع. فالمهم يعني المهم دلوقتي انت عارفاني؟ الحمد لله. ما انت اتجوزتيني بقى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سبحان الله والله يا جماعه، يعني انا من يوم ما كلمتها او كده وانا من عند ربنا يعني حسيت ان هي دي مراتي خلاص. هو ده نصيبي يعني. هو انا كنت بتاع بنات وبكلم بنات كتير، هي عارفه الكلام ده.
ما وحكيت بنقولش لها كده، ما بنقولش. ايه اللي ما بنقول؟ ما تقولش كده. وايه يعني يا شيماء؟ حرام يعني بتجاهر بالمعصيه. لا دي حاجه غلط كنت بعملها يعني يعني عادي يعني زي اي شاب يعني كلم بنات. الحاجات دي غلط والله يا جماعه، ان انتوا تكلموا حد او كده، والله العظيم حرام، والله حرام، ما تكلموش حد. شكلك حلو وانت بتدي النصيحه. لا بجد بجد، حتى لو حد عمل كده يتوب ويستغفر ربنا وما يعملش كده تاني، لان الحاجات دي كلها حرام، وربنا اصلا حرمها مش عشان يعني كده وخلاص، لا عشان هي اصلا بتبقى وحشه واهدار للمشاعر واهدار للوقت وليه وبعدين يعني. حاجه ما ترضيش ربنا فمش هتكمل. فالمهم يا جماعه يعني هي يعني الحمد لله من ساعه ما شفتها انا قلت خلاص دي بقى مراتي والكلام ده، وما اعرفش ليه يعني، هو بدون سبب الحمد لله. والحمد لله يعني اختياري كان صح، ما ندمتش على ده. اندم ولا ايه؟ كمل بقى الفيديو نشوف الموضوع ده. مش ندمان خالص. فالحمد لله يعني واحدة واحدة بقى هوبا تخطبنا، هوبا هنا فاتحة. احنا بجد من اول مسج كانت بينا احنا الاثنين لحد ما جيت قدم لي تقريبا قعدنا 10 ايام 15 يوم بس. فاحنا ايه مش عارفين بقى لما مثلا حد يقول هو صالونات ولا مش صالونات، مش عارفين عشان كده احنا مش مثلا قعدنا سنتين نحب في بعض وبعد كده جت تقدم لي، ولا مثلا هو جاي عن طريق حد انا عارفاه، لا حتى برضو كل ولا حتى شفنا بعض فعجبنا ببعض يعني ده. حتى كل ما عرفنا انا كنت اقول حاجه بس نسيت. كمل بقى انا افتكر. مثلا كل ما حد مثلا يعرف ان هو من شبين وانا من السلات، وانا كنت كليتي في شبين، فيقولوا ان انا مثلا هو كان معايا في الكليه او هو عشان في زراعه. انا اصلا اللي جنبي انا كليتي كانت كليه زراعه في شبرا الخيمه، وهي كليتها اقتصاد كانت في شبين الكوم، فاصلا احنا بعيد. فالناس كلها كانت مستغربه يعني ايه العلاقه، ايه اللي مش عارف ايه، فهي ده كل الموضوع. يعني احنا مش عارفين نحدد، واحنا بعدين احنا من منوفيه بلد واحده بس شبين في حته والسادات في حته، فاحنا ما يعني انا حتى ما اقترحتش عليها ان احنا نتقابل قبل ما اروح اقدم لها ولا الكلام ده. انت بصراحه كنت شايفه اصلا هي ما كانتش هتوافق كده. لا انا كنت هخليها توافق. المهم يعني المهم يعني ايه فالحمد لله يعني حتى لما اتكلمنا وكده وكنا بنسال بعض على الكورسات والمش عارف ايه والتصوير وكده، انا كنت في الوقت ده كنت بنزل شبين تقريبا كل يوم عشان كان عندي كنت في الكليه او كان عندي تدريب حاجه زي كده مش فاكره يعني. ما جاش في يعني ما حدش اقترح التاني ان احنا نشوف بعض. يعني هي اصلا كانت بتنزل المنطقه اللي انا فيها هو بس ما حد يعني هو سبحان الله ربنا لما بيريد ان الحاجه دي تبقى حلال وصافيه كده لله وان الجواز يعني تبقى نصيبك، فبيبعدك عن اي حاجه وحشه يعني انك تتصل بيها وتكلمها والكلام ده كل ده حاجات مش صح، فالموضوع ما بيكملش في الاخر. فالحمد لله ربنا مشاها لنا بالستر ان احنا حتى ما شفناش بعض ولا اتكلمنا مع بعض في الدره يعني او حاجه زي كده، لان انا ما احبش ده وما حبيتش ده. فالحمد لله شفتها اول يوم عند بيت اهلها، ومن قبل ما اشوفها انا كنت عارف ان دي مراتي يعني. انا ابوها حتى بيقول لنا صلوا انتوا الاثنين استخاره، قلت له خلاص انا هي مراتي الحمد لله. هو برضه انا على كلامي هو في اي حاجه هو كان مستغرب برضه، هو كان مستغرب قوي ثباته على المبدا اللي هو فيه من عند ربنا يعني. هو مش بقول لكم ما تصلوش استخاره، لا صلوا استخاره طبعا، دي حاجه مهمه جدا يعني. لكن انا كده صليت استخاره، بس انا كنت عارف الحمد لله يعني من عند ربنا ان هو خلاص يعني هي دي مراتي وكده يعني. فبس ده بالمختصر كده، عشان طبعا في تفاصيل كتير مش هنقول عنها لانها دي اسرار. والحمد لله يعني كملت على خير وبقينا في بيت واحد ودخلت الجيش. وعلى فكره يا جماعه انا دخلت الجيش يعني كتبت الكتاب يعني احنا نعتبر الخطوبه كانت قد ايه؟ احنا كاتب الكتاب كان 14 كان 11/4 وانت دخلت الجيش 20 تقريبا. يعني كتبت الكتاب النهارده، بعدها ب4 ايام ولا حاجه دخلت الجيش، اللي هو دخلت خلاص. انا اصلا كنت سامع السلاح بتاعي ورحت الجيش. والخطوبه ما طولتش اصلا. راح بعدها ب4 ايام بالظبط يعني. احنا كتبنا الكتاب بعدها ب4 ايام رحت سامع السلاح
ما ده بعد الاربع ايام دول مثلا 3 ايام ولا حاجه دخل الجيش، فهو تقريبا قعد يعني ايه كده. يعني اصلا الخطوبه ما طولتش، الخطوبه كانت قاعده بقى 6 شهور او اقل مش عارف. ما هو من 9 ل 4 على حسب بقى. مش فاكر التواريخ. احنا اصلا احنا من تواريخ. بس اللي انا فاكره، انت فاكر تواريخ؟ اه هتقولي انا تواريخ. فاكره كل التواريخ. فاكر كل التواريخ. سقف يا جماعه، سقف. كانت 27، كانت 37، 17. لا الخطوبه كانت امتى؟ كانت في شهر 9. حلو كام 9؟ كانت 16. كانت 9. 22. كانت 22. كانت 22. شاطر. احنا عرفنا بعض 17/7. ده انا هتضرب بعد الفيديو ده. 17 كام 8. انت كده مش فاكره؟ انت اللي هتضرب بعد الفيديو. لا احنا بصوا احنا عرفنا بعض 17/7. خلاص مش لازم تواريخ بالملي. خلاص مش لازم لا ثواني 17/7 كانت اول مسج ما بيننا، بعدها كانت 27/7 كلم بابايا في التليفون، وبعدها بقى بعد 27/7 بقى ايه في شهر 8 بقى مش عارفه كان 18 حاجه زي كده بقى ان هم يحددوا ميعاد يعني يجوا فيه. بعدها قعدنا بقى فتره وعملنا الخطوبه. اديلهم عنواننا بالمره. 22/9 كده. اديلهم العنوان، اديلهم رقم تليفون 010 11/4 كان كاتب الكتاب، 6/9 كان الفرح. حافظ التواريخ ايه ده؟ انا مش حافظ حاجه. فالمهم 16/11 عيد ميلادي. احنا 25/5 عيد ميلادي. اصلا 25/5 ده ما اقدرش انساه بقى. ليه؟ لانه هو ميعاد ما خلصت جيش. 25/5 ده كنت انا بسلم المخله بتاعتي ومخلص جيش. فالمهم يا جماعه ان انا ايه، الخطوبه ما طولتش، وانصحكم ما تطولوش في الخطوبه يعني طالما عرفتوا بعض والكلام ده، عشان الموضوع يبقى رسمي ويبقى حلال وكده يعني. فكتبنا الكتاب، وبعد 4 ايام رحت الجيش. ولما دخلت الجيش قعدت تقريبا سنه وكام شهر. هو انا جيشي سنه واحده لان انا كليه، فرحت سنه وبس. كان عليا 45 يوم زياده لان انا ايه، اتاخرت عن التقديم شويه. فخلصت جيش وفضلت معايا السنه كامله جيش وانا في الجيش. وكانت دايما بتكلمني وكنت بكلمها ونقعد نعيط لبعض. الجيش ده اللي مثلا وجع قلب والله يا جماعه. خطيبها او جوزها او ايا كان راح الجيش وهي تعرفه، بجد هتبقى عارفه المعاناه اللي احنا عشناها. بجد اصعب حاجه في حياتي او اصعب مرحله في تعرفي انا وهو وقت الجيش ده. كان تعب وارهاق وتوتر وتعب اعصاب، وكان تعب عليه، وكان هو الحمد لله انه عايزه عدى. اقوم التليفون. الحمد لله انه عدى وعلمني كتير وتعلمت منه كتير، وضاف لي كتير في حياتي وفي خبرتي الدنيويه كلها. فالحمد لله. وانا طلعت منه متعلم يعني بصراحه. وظهر لي حاجات ناس كتير على حقيقتها وحاجات كتير يعني، بس الحمد لله وكملنا والحمد لله دينا في بيتنا اهو. عقبالكم كلكم. كل حاجه والله العظيم كل حاجه بتبقى صعبه، بتبقى متعبه، وبيحصل مشاكل كتير. حصل مشاكل كتير ممكن تخلينا نسيب بعض، بس احنا فضلنا متمسكين بس ببعض. طالما انتوا اول حاجه ربنا كاتب لكم نصيب في بعض، وكاتب لكم ان انتوا تكملوا مع بعض وكده، وانتوا بتحبوا بعض وعايزين تكملوا مع بعض، بتضحوا بحاجات كتير يعني. في حاجات كتير قوي بتنازلوا عنها، في حاجات كتير قوي بتضحوا بيها عشان بتحاولوا تعدوها وتقووا بعض عليها عشان تكملوا مع بعض يعني. ما تستسلموش كل ده مهما كانت المشاكل والحوارات والنصايب اي حاجه وحشه ممكن تحصل في الوقت اللي احنا بنكلمكم فيه ده، احنا بنفتكرها وبنقعد نضحك عليها اقسم بالله. يعني ما تستسلموش. بنقعد نضحك على اي مشكله حصلت او اي حوار عايز اتكلم بقى. بنفتكرها ونقعد نتكلم عليها ونحكيها ونضحك. يعني فبجد ربنا سوري، ربنا يكرمكم وتعدوا كل المشاكل اللي بتحصل، لان اكيد كده بتحصل مشاكل. اصلا خليكم عندكم مبدا مش عيب في حد. كده هتحصل مشاكل. هي مش عيب في حد، بس هي يعني تفكير وكل واحد له تفكير وكل واحد له عايش بيئه معينه، كل عايش بطريقه معينه. انتوا الاثنين ممكن يحصل بينكم خناقات، مش شرط بس الاهل مع الاهل او مش عارف ايه، لا عادي انتوا الاثنين ممكن يحصل بينكم خناقات، بس طالما انتوا عارفين مدركين ان كده الخناقات دي بتعرفكم بعض وبتقربكم من بعض. عادي يا جماعه، احنا كل ساعه انا وشباب بنضرب بعض يعني. انا اصلا امبارح حدفتها من البلكونه من الدور الخامس، طلعت لي تاني رد.
فالموضوع عادي يعني. فانتوا تتخانقوا عادي مفيش مشكله. تتخانقوا عادي، تحرضيهم يتخانقوا مفيش مشكله انتوا تتخانقوا، بس اهم حاجه تبقوا عارفين ان انتوا لما تتخانقوا هتتصالحوا وهتعرفوا خناقتكم دي بسبب ايه، والمثلا اللي يعرف التاني بيتضايق من حاجه ما يعملهاش. بالظبط. زي مثلا ايه، لو انا مثلا علقت البالونه دي مثلا غلط تمام مثلا وليفترض، فشيماء ايه زعلت واتخانقت معايا، ولا انت ما كانت المفروض تبقى كده ومش عارف ايه، او ما تعملهاش كده عشان كده بتضايقني. فانا هنا عرفت ان هي بتتضايق من الشيء ده. احنا اتخانقنا ولعنا في بعض وانا فضلت متماسك، بس عرفت ان هي بتتضايق من الشيء ده، فانا بعد كده ما اعملوش. يعني ده بيعرفنا على بعض، بيعرفني هي بتحب ايه، انا بحب ايه، وكده نبقى عرفنا بعض اكتر عن طريق خناقه اللي هي اصلا احنا فاكرينها ان هي ايه، لا احنا مش متفاهمين. لا يعني لما الاختلاف لما تبقى انت وهي مختلفين بتكملوا بعض عادي يعني، فاهمني. وكبر ابن خويه واهم حاجه بجد ما تخلوش الزعل يطول بينكم. يعني ما تحاولوا تناموا، ما تناموش وانتوا زعلانين. حاولوا ما تناموش، وحاولوا على قد ما تقدروا محدش يجرح التاني بكلمه وهو بيتخانق معاه، ولا يقول له كلمه تضايقه، ولا يجي عليه، ولا مثلا يقول له حاجه مثلا على سر هو كان حكيه له يعايره بيه وقت الخناقه، ولا اي حاجه من الحاجات دي. خلاص بقى ست المصلحه، خلاص دي كلها عايزين حاجات في الفيديو كفايه. وبس كده يا جماعه، ونورتونا وشرفتونا. ما تنسوش تعملوا لايك بقى، ولو حد عايز يشتري القرف ده يكلمنا. قرف يا جماعه الديزاين ده يعني انا اللي عاملاه. احنا اللي محمد ساعدني فيه شويه. هي انت اللي عاملاه. احنا اللي عاملينه يا جماعه. انا قلت ان انت ساعدتني فيه. احنا اللي عاملينه ايه ساعدتني فيه؟ احنا اللي عاملينه سوا. لا اقفل خلاص يا جماعه الديزاين ده احنا واقفل الكاميرا. خلاص يا جماعه الديزاين ده احنا عاملينه سوا. مش احنا بنتخانق. محمد اللي عامله، هو اللي عامل الديزاين وهي مساعداني تحفه، وانا مش مساعده خالص، هو عامل لوحده. برافو عليك شطور. ماشي يا جماعه، ويلا باي.